أهلا بكم مشاهدينا الكرام. مرة أخرى تسلط الأضواء على نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور ضحية للعنصرية المنتشرة في الملاعب الأوروبية، والتي حطت اليوم في الكلاسيكو بين برشلونة والريال في لا ليغا. وبالعودة إلى تفاصيل القضية، قبل الدقيقة واحدة من نهاية المباراة، حيث كانت النتيجة تشير لتقدم الريال 2-1 على برشلونة، قرر مدرب الريال كارلو أنشيلوتي إخراج فيني والدفع بلوكاس فاسكيز. وخلال خروجه من الملعب احتفل فينيسيوس أمام جماهير برشلونة في الملعب، وهو ما جعل الصافرة تخرج ضده من طرف جماهير برشلونة، ليتدخل الحكم المساعد ويطالبه بالخروج سريعا دون أي إشارات للجماهير. ورد فينيسيوس على الحكم وطلبه بالصمت وعدم التحدث معه، قبل أن يتدخل كارلو أنشيلوتي ويسحبه من يده ليخرجه من أرضية الملعب. ورغم ذلك كرر فينيسيوس إشاراته للجماهير برشلونة بعد خروجه. ومن جهته أعرب نادي برشلونة عن رفض شديد الهتافات العنصرية التي صدرت من بعض جماهير الفريق خلال مباراة الكلاسيكو التي جرت اليوم في المونتيجويك، وانتهت لصالح الميرينغي ريال مدريد 2-1.